اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباحكم زي الفل والورد والياسمين لو بتشوفوا الفيديو الصبح، مساءكم زي الورد والفل والياسمين لو بتشوفوا الفيديو بالليل، على حسب انتوا بقى ما بتشوفوا الفيديو. معانا فيديو حلو قوي النهارده، كله ايه، كله شتوي كده وجميل ودفى وحنية، كل حاجة حلوة في الفيديو ده النهارده. معايا بسم الله ما شاء الله 2 كيلو ونص دقيق، 2 كيلو ونص دقيق، ومعايا كوبايتين 2 زيت على سمنة، ومعايا ذرة ملح، ذرة معلقة 3 معالق سكر، 3 معالق سكر، وكيس بيكنج باودر، ومعايا كوبايتين ونص سمنة على زيت، من الكوبايات اللي هي المج العادي بتاعنا بتاع الشاي العادي. على كل كيلو دقيق نص كوباية سمنة على زيت. بس ما بفضلش بتتعمل بزيت بس، ممكن تعملي بسمنة بس، لكن ما بفضلهاش تتعمل بزيت بس عشان ما تنشفش مني. خليه زيت على سمنة، اي نوع سمنة بقى انت عايزة، سمنة بلدي، سمنة عادي، زبدة برضك مش قوي بس ممكن تمشي بس مش قوي. ممكن الزبدة تمشي برضك مع القرص بس ما هياش قوي، بس خليكي دايما في السمنة احسن. يبقى هنا معانا ايه، 2 كيلو ونص دقيق، معانا كوبايتين ونص سمنة، ايوه معانا كوبايتين ونص سمنة، معانا اللهم صل على النبي لكل دقيق، لكل كيلو دقيق ايوه نص كيلو سمنه، يبقى اللي هما اللهم صل على النبي يبقى 2 كيلو ونص دقيق، يبقى ده كده معانا كوبايه، لا يبقى معانا كوبايه ونص، اسفه معلش، يبقى معانا كوبايه ونص. انا بقول 2 ونص دي كتيره قوي. احنا على كل كيلو سمنه، على كل كيلو دقيق نص كيلو سمنه. احنا معانا بقى كوبايتين 2 كيلو ونص دقيق، احسبوهم انتوا بقى. ومعانا لبن رايب، لبن رايب دوت اللي هو مش اللي بتشرب، ده اللي هو احنا بنروبه، احنا بنجيبه حليب وبنسيبه، ممكن نيجي نحطه على البوتاجاز نلاقي راب، اللي هو ده. معانا اللبن على حسب ما العجينه بتاعتك هتاخد، مش شرط معين، مقياس معين له، لان هو الدقيق مش زي بعضه، ممكن تحتاجي ممكن تقللي اهو. ده على حسب ما الدقيق معاكي بياخد، الماده السائله بالذات ما تقدريش تحكميها عشان الدقيق مش زي بعضه. انت ممكن تجيبي ال2 كيلو لبن يكفوك، ممكن تجيبي ازيد، ممكن تجيبي اقل، دي بحاجه بتاعتك انت. همسك بقى احط السمنه والزيت، السمنه والملح والسكر على بعض. يبقى احنا معانا ايه، صلوا على حبيبكم محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وتعالوا نقول مقاديرنا تاني. معايا 3 معالق سكر، معلقه ملح، كوباية ونص سمنة على زيت، مش سمنة بس ومش زيت بس، اخلطيهم احسن لك عشان تطلعي النتيجة الحلوة معاكي. ومعايا كيس بيكنج باودر، ومعايا خميرة. ممكن ما تحطيش خميرة لو انت في الحر، يعني تستكفي بالبيكنج باودر، لكن لو احنا في البرد وفي الشتاء لازم تحطي الاتنين. انا حاطة الكيس البيكنج باودر على الدقيق وانا بحط الدقيق، ممكن هتشوفوني دلوقتي وانا بحط معاكم الخميره اهو، بس انا حاطه البيكنج باودر في الدقيق، انا حاطه كيس بيكنج باودر لاننا احنا في البرد. لكن لو في الصيف مش هتحطي الا كيس الا البيكنج باودر بس، مش هتحطي الاتنين، لان في الصيف طبعا احنا عارفين ان الجو بيبقى حر، فالعجينه بتفك معانا بسرعه. مم. همسك بقى دوب ده كله ببعضه واديها عجنه بنت لذينه اهي. انا كده دوبت لان انا حطيت الدقيق، انا كنت مفكره ان اللبن هيجيب، طبعا للاسف اللبن ما جابش، فاضطريت اكمل بميه عادي، مفيش اي مشكله، لان احنا حاطين اللبن بخيره بقشطته بحاجته، فهو طبعا هيدينا غناوه وطعم حلو في القرصه. اما لو انت شايله الدسم من عليه دي حاجه تانية بقى، فانا حاطه ميه عشان كده عادي، مش هتاثر معايا بحاجه اهو. همسك بقى عجين العجينة دي حلو جدا جدا جدا. بصي طلعي بقى اي حاجة، طلعي بصي اي حاجة في اي حاجة طلعيها في العجين. امسكي بقى عجينها عجينة كويسة لحد ما تحسي ان هي بقى ملمسها ناعم معاكي وطري، زي ما انتوا هتشوفوها دلوقتي معانا كده. ما تستقليش اكتر من بكده. لو انت عايزه تحطي، هتقولي ايه اللي منقط في العجينه عندك ديت يا سوسو، هنقولك دي 3 معالق سمسم، لو انت عايزه تحطيهم حطيهم، ما انتش عايزه ما تحطهمش، دي حاجة براحتك انت. انا معايا ايه، معايا سمسم، معايا ملح، معايا سكر، معايا
اللهم صل على النبي، سمنة على زيت، ومعايا اللهم صل على النبي لبن رايب، وكملت العجينة. شوفوا انا حطيت حتى العجينة جنبي، بقول العجين، حطيت الدقيق جنبي اهو. بقول الدقيق برضه انا مالي متلخبطه كده ليه، الميه ببل ايدي بس فيها اهو. شايفين القرصه معايا اهي، لا لمت ولا عملت حاجه، ولسه انا لسه ايدي فيها، انا لسه ايدي في القرصه اهو. كده لميت بقى حاجه دنيتي خلاص، انا هعجن بدون اي حاجه. بصي ممكن تعجنوا بدون اي حاجه كده بتاع حوالي 7 8 دقايق 10 دقايق على قد ما تقدري. مش هتقدري حطي في العجان، لو عندك عجان ربنا يوسع عليك وعلينا اعملي في العجان عادي. ما عندكيش عجان زي حالاتي، هاتي الكسرولة بتاعتك وهاتي حاجتك واقعدي في الارض اهو. انا كده عجنتها بقت فل و10. شايفين ايدي طالعه ناشفه ازاي؟ والله ما غاسله ايدي قبل ما، يعني ما تقولش انا طلعت رحت غسلت ايدي وجيت، انا ما غسلتش ايدي. معانا هنا بسم الله، بسم الله ما شاء الله، العجينه اختمرت وبقت زي الفل. هنقطعها بصوا يعني اقل من الاستفندية شويه واقل، ويعني ايه، واكبر من الليمونه. يعني خلي ايدك وسط كده اهو. امسكي بقى عجين، قطعي العجينه دي كلها كده اهي زي بعضها، وحاولي اعملي ايدك يعني تبقي ايدك ميزان. يعني خلي ايدك عشان ما تطلعيش قرصه كبيره قوي وقرصه صغيره قوي. طبعا هو احنا الاهل بيتنا وكل حاجه، بس عشان الشكل العام يبقى حلو. جهزتي هنا بقى صوانيه وحاجتي، وتعالوا بقى نقعد نعملهم. احنا كده هنقطعهم كلهم تقطيعه واحده ان شاء الله، وهنقعد بقى نبططهم ونشوف. تعالوا بقى نشوف هنعمل معاهم ايه تاني. بس قبل بقى ما تخلصي الفيديو كده يا سكر انت وهي، متنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتحطي لايك وتشيري الفيديو لكل اصحابك وحبايبك عشان يوصل لكل الناس، وتشجع بكم بإذن الله. انا كده بقى همسكه اقطعه كله بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي اهو. شايفين انا بحط عشوائي، بس ما شاء الله انتوا لو تبصوا للتقطيعة هتلاقوا التقطيعة كلها زي بعضها. مش هتلاقوا مثلا واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، ممكن هتفرق يعني حاجات بسيطة احنا مش هنوزنه على الميزان، بس يعني هتبقى مقربة بعضها، هتبقى يعني في الشكل العام حلو. فاهمين قصدي؟ يا سلام يا سلام عليا وانا عمالة ارصهم كده. ما خلاص يا حاجة، انت بترصهم ليه؟ انت بترصي ليه؟ انت عادي يعني ما ترصيش، المشكلة يعني ما ترصيش القرصة يعني. شايفين اهو، انا بوريكم هنا بقرب لكم ان العجينه مختمره وحلوه. يعني شايفين ما شاء الله العجينه، يعني انتوا كنتوا شايفينها معايا في الاول وشايفينها دلوقتي. العجينه هنا معايا اختمرت وبقت زي الفل اهي. هنروح بقى نقوم قاعدين، بقول احنا قاعدين، ما احنا قاعدين. تعالوا بقى نشوف انا قطعت الكميه اهي وعملتها ازاي اهو. شوفوا من هنا بقى ما شاء الله، قطعت الصينيه الكبيره اهي اللي كانت معايا، وهقطع اللي تحتها كمان. بس تعالوا بقى نشتغل فيها الاول عشان برضو العجينه ما تبش مني. انا كده كنت خلصت بقى وبططتهم وظبطتهم. تعالوا بقى نشوفهم واحنا بنخبزهم. الله الله على الخبيز، والله على الريحه الحلوه اه. طبعا عندك فرن غاز اخبزي، عندك انا بصراحه يعني خبزتهم بس. يلا الحمد لله. ايه رأيكم فيهم بقى اهو؟ شايفين الحلاوة، وشايفين القرص كلها قبة وجميلة ازاي اهو. واو. تجيبي واحدة، ما تجيبي واحدة وحتة جبنة كده وكوباية شاي، يا سلام في أيام الامتحانات بقى وأيام المدارس ديت. تعالوا بقى شوفوا الخبيز وشوفوا ريحة الخير والحاجة الحلوة اما بتبقى في البيت. شايفين القرص بقى كلها بتقب ازاي اهو. كل القرص بسم الله ما شاء الله كلها كانت قبة معايا وحلو. تعالوا بقى كلوا معايا. بصراحة كانوا شوية قرص زي العسل في الأيام البرد اللي احنا فيها ديت. يدفونا كده، والبوتاجاز يولع بقى والفرن يولع في البيت كده، وتحسي ان البيت في خير وهنا وسعادة اهو. بصراحة الحاجات دي بتبقى تحفة في البيت بأمانة، بتبقى جميلة، وتحسي كده ان انت عطيكي طاقة إيجابية من الحلاوة اللي الحاجة اللي في البيت فيها. شايفين؟ واو واو والله الكاميرا ظلمة اللون، الكاميرا ظلمة اللون كده. اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.